أنا فلك، واليوم كتب كتابي بعد 4 أشهر. خلاص قال أبي شو هذا، لسه خطيبك رايح جاي فايت علينا قدام العالم وبدك تضلي حاطة على راسك؟ أنا ما عندي هيك، وينك كتب الكتاب بده يصير. وخبرنا بيت حماية ووافقوا، لأنه لسه الزواج مطول ولسه عم يعمل شقته ولسه عم يشيل إيد عن إيد ورجل عن رجل. قلنا ما مشكلة، المهم اليوم كتب كتابي وأنا مبسوطة وغير شكل وفايقة مشقرقة، وأمي قايمة البيت ما حاطته، قايمة القيامة. بتعرفوا كتب الكتاب عند أهل العروس. بس فطوري الصباحي شو صار بعد الخطبة؟ لكان تليفون خطيبي قبل الأكل والشرب هذا والنفس والهوا. المهم اتصل فيي كالعادي، قامت طلعت هيك امي وحركت امها، قالت لي يلا راحت ساعة من النهار اليوم، لا تتأخري اليوم كتب كتابك ها. قلت لي يلا يلا ما بطول، وسكرت الباب. والله وعم حكيه واهليني روحي واهليني حبيبتي ومدري شو. قام قال لي شلون فستانك اليوم رح يكون؟ قلت له خليه مفاجأة ما رح اقول لك. ويا ريتني خليته مفاجأة. قال فلوك كفوف وحبابي قولي لي مشان هيك طبق انا وياك بدي اعرف. قلت له هلا يعني اليوم رح تلحق تنزل وتشتري وتطبق؟ قال لي لك السوق موجود. شو يعني؟ قلت له هلا مالك مشتري طقمات؟ قال لا بدي اطبق انا وياك الطقم وهيك يجيب على لون تيابك. قلت له تياب رمادي، يوم فستان اليوم رمادي. قال رمادي؟ إيه ما لقيت غير هاللون؟ بعرف الوحدة بتلبس تركواز زهر ازرق اللي هو. قلت له انا هذا اللون بعشقه، غرام رمادي. رمادي فاتح يا ما تفكر هيك على فضي، حتى بكره غرف البيت يعني بدي تعمل لي كام وحده بهذا اللون اذا ما كله. قال نعم. قلت له ايه حابه انا هذا اللون. ليش يعني بدي نقله للدهان، بدي نقي الموبيليا، بدي نقي العفش، بدي نقي الفرش. قام قال لي ليش انت شو دخليك بالفرش وما ادري شو. قلت له يي ما بيتي؟ قال ايه بيتك، بس انا اللي بأمر، انا بنهى، انا اللي بدي اجيب على كيفي. قلت له لا والله وانا اللي بدي اعيش معك بهالبيت. ايه بدك تجيب لي كمان على كيفي؟ شو انت عايش لحالك؟ طب بركي جبت طقم الكنبايات وما عجبني يا روحي انت. قال لا تقعدي هلا تمزحي، عم بحكي عن جد، انت بالبيت مالك دخل. قلت له قول والله لا إلي دخل ونص كمان. يي شلون مالي دخل، انا رأيي موجود وعادي، اصلا هو طلبت منك لون الدهان ما طلبت منك شيء فظيع. ما رح تعملي اوضه بلون رمادي؟ لا ما رح اعمل. قلت له ماشي يلا الله معك مع السلامه. الله معك. وسكرنا التليفون. انا قلت يعني مثل انه هيك المناقرات اللي بيتناقروا كل العالم وكتير بتصير معنا بالخطبه. وقمت كملت ولقيت امي ملتاشة ومن هون لهون وعم تجهز هالصالون وتشيل وتغير بشقوفة هالزريعة وتجيب وتبدل وتمسحهم وتدهنهم بهالزيت ليصيروا يبرقوا ويلمعوا. والله صرت أفوت على صالوننا ما أعرفه. وهالقصص عم تسمعوا مني أنا دونا على اليوتيوب ودونا على التيك توك. وقت شافتني أمي قالت لي بسرعة تعي عاونينا، هلا بيجوا بنات خالتك كمان بيساعدونا. بعدت وراهم ما رح يأدينا هيك أنا وياك لحالنا، أنت هلا ساعة وبدك تطلعي لعند جارتنا أم عبير مشان تعمل لك شعرك. جارتنا أم عبير هيك جارة محترمة وكوافيرة فاتحة بالبيت، شغلها كتير حلو.